فرفوش انهزم فاز عادي. اسمع، انا انهزمت فزت عادي. مهزوم بالطرد. انتم مطردين الاثنين. هذه مشكلة النصر. طيب ليه ايش رايك فيه؟ هذه مشكلة النصر. يرفع الضغط. مشكلة النصر يرفع الضغط. لكن اسمع والله حرام. اذا تسمحوا لي، فاز الهلال، يستحقها النصر، فاز الهلال. هارد لك للجميع وكل هدوء يا شباب. خلاص راح. انا اقول هذا، انا مع هذا. ايه لكن مشكلة النصر يعني لو يتحسن شوية كذا. يعطيكم العافية يا نصراوية ويا هلالية. أول شيء السلام عليكم. مستحيل النصر يجيب انجاز كريستيانو القائد. كريستيانو قائد مدير ما حد يعرف له الى الان. كريستيانو اول خارجين مع البطوله، تبي بطوله كريستيانو اوت. هذا انتهى النقاش. يعني مشكلة من كريستيانو له لاعب، لا فادنا جوا الملعب ولا فادنا برا الملعب. ماسك منصب كانه مدير، طلع اجانب على كيفه. فوفانا طلعه هو، سرح اللعيبه كلهم ليه؟ يعني هو يتحكم في النادي. هو اللي يتحكم في النادي. يتحكم النادي. نعم، هو اللي يتحكم في النادي، هو المدرب، هو الرئيس، هو اللاعب. افشل شيء انه يكون لاعب. ليش يكون لاعب كريستيانو؟ 40 سنه كبر ابوي يلعب للحين ليه؟ ليش النصر ما فاز استغل الطرد؟ ليش ما استغل الطرد؟ والله شوف، النصر اليوم لعب وقدم مباراة صراحة كبيرة جدا، وهذه المباراة فوز وخسارة. لكن أنا أحمل آخر لاعبين علي الحسن واللي ما كانوا قد الثقة وما كانوا يعني قد المسؤولية، أنهم خلاص هي مفروض كورة وجات النهاية. لكن نقول الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. أنا صراحة ما عندي تعليق إلا شيء واحد، النصر غير السحر ما في. غير سحر ما في. يعني 9 لاعبين الهلال وما تقدر تفوز عليه بالبلنتيات، مع العين بالبلنتيات، اشياء كثيره تصير للنصر الله اعلم. انا اقول ما في يعني سالفه فنيه ولا اشياء، لا، سحر غيرها ما في. والله لا تعليق صراحه. ليش ما استغل الطرد؟ هدايا اليوم، تفريط. وبين قوسين اعطيك اياه من الاخير، الحظ نحس مع احترامي الشديد. بس يلا موسم للنسيان. السلام عليكم.